بيتكلم المسلسل عن ابلكيشن كده كانوا عاملينه جديد. الابلكيشن ده بيقدر يعرفك مين اللي بيحبك، ولو انت بتحب حد برضه بيعرفه ان انت بتحبه. بيبدأ المسلسل مع كيم واللي هي بطلتنا، واللي بنعرف ان هي عايشة مع خالتها علشان اهلها توفوا في حادثة زمان كده، بس هنعرف بعدين ايه هي الحادثة دي. وبيكون عندها صاحبة واحدة كده قريبة منها قوي وبتروح معاها وفي كل حتة. وبنعرف ان كيم شغالة برضه علشان تصرف على نفسها وما تقلش على خالتها، وبيكون معاها واحد في الشغل اسمه يونج، وبيبان ان يونج ده معجب بيها اصلا. بيجي مشهد لولد اسمه سون وهو راجع من المطار، وبيبان ان هو من عيلة غنية قوي، وكمان اهله مدلعينه يعني، واي حاجة نفسه فيها بتحصل له. وفي اليوم ده بقى الولد اللي اسمه سون طلع ان هو اصلا صاحب يونج، وكان مستنيه قدام الشغل بتاعه ومشى وراه كده بالعربية، بس ساعتها شاف كيم واعجب بيها على طول من اول نظرة. ولما ركبت الباص عشان تروح فضلوا يبصوا لبعض هما الاتنين قوي، وكأنهم اعجبوا ببعض على طول. وبعدها بقى سون بيرجع للبيت، وساعتها بيقابل يونج، وبنعرف ان هم عايشين مع بعض في نفس البيت، وده بسبب ان مامة يونج بتشتغل عند اهل سون. تاني يوم في المدرسة بقى بنعرف ان سون دوت هو طالب جديد في المدرسة، واللي بيكون من اشهر الطلاب حاليا بسبب وسامته دي، وكل البنات معجبين بيه لدرجة ان منبه الحب بتاعه بيفضل يرن كل دقيقة حرفيا، ويمكن اقل كمان. بنيجي بعد كده لكيم واللي بنعرف ان هي مرتبطة، وساعتها بقى كيم وسون بيتقابلوا تاني على السلم، بس المرة دي بقى بيكونوا واقفين قدام بعض، مش بيبصوا لبعض من بعيد ولا حاجة. وفي نفس اليوم ده اصلا صاحبة كيم كانت عمالة توريها صور سون، وبتقول لها ان هو دلوقتي اشهر واحد في المدرسة بسبب جماله، فكيم على طول بتفتكر ان هو نفس الولد اللي قابلته على السلم الصبح. في اليوم ده بقى بيظهر في السماء سحابة كبيرة على شكل قلب، وده بسبب ان في 10 مليون واحد نزلوا الابليكيشن بتاع منبه الحب. في اليوم ده بقى وسون ويونج راجعين مع بعض في العربية بيشوفوا كيم، وساعتها سون بيقول للسواق بتاعه يمشي وراها يشوفها رايحة فين. وساعتها سون بيسأل يونج اذا كان معجب بكيم، فبيقول له ان هو مش معجب بيها ولا حاجة، وان كيم اصلا بتحب واحد. وبنعرف بقى ان خالة كيم اصلا وبنت خالتها مش بيطيقوها خالص، وان هما كمان مشغلينها بالغصب معاهم في السوبر ماركت بتاعهم، وبيعاملوها اسوأ معاملة، بس هي مضطرة تعيش معاهم لان ما عندهاش مكان تاني غير بيتهم. وعلى طول كيم كانت دايما بتذاكر في المحل وهي بتشتغل، وفي مرة حبيبها اللي اسمه سيك طلب ان هو يخرج معاها، بس هي رفضت بسبب شغلها. تاني يوم بقى السواق بتاع سون كان واقف مع يونج وبيقوله ان هو خايف ان هو وسون يحبوا نفس البنت، بس يونج بيقوله ان هو قاله قبل كده كذا مرة انه مش بيحب كيم. وفي المدرسة بقى كيم كانت مستخبية من حبيبها سيكا عشان ما يشوفهاش، بس ساعتها سون شافها، ولما حبيبها جاي يدور عليها قاله على مكانها، وساعتها اتخانقت مع سيك لان هي ما عندهاش وقت تقابله فيه بسبب شغلها، وهو رافض حتى يجي يساعدها في شغلها. في اليوم ده بقى كيم كمان مش بتروح الشغل بتاعها، وكمان سون كان شايفها اصلا في الطريق كل الوقت ده، وبيفضل كمان ماشي وراها وهي بتاخد بالها، وبيكون عنده اهتمام بيها شوية لانه بيلاحظ ان منبه الحب بتاعه مرنش، فبيفتكرها يعني مختلفة عن باقي البنات، ما يعرفش ان هي اصلا ما عندهاش البرنامج على موبايلها. وبيكون في الوقت دوت برضه يونج حس ان هو فعلا بيحب كيم، وان سون ممكن ياخدها منه، وبيروح لها شغلها بس مش بيلاقيها، بيلاقي بنت خالتها هي اللي هناك. نرجع تاني بقى لكيم وسون. المهم يعني بعد كده بيقفوا في حتة كده وبيتكلموا، وبيسألها هي بتشتغل ليه في كذا شغل، فبتقوله عن موضوع اهلها المتوفين، فساعتها بيحس ان هو معجب بيها كده وبيقرب منها. نيجي بعد كده ليونجو اللي مامته بتتصل عليه وبتسأله عن سون، وبتسأله إذا كان يعرف هو هيروح إمتى وهو فين كمان، بس بيقول لها إنه ما يعرفش. وبالليل بقى لما كيم بتروح لمحل خالتها بتلاقي إن خالتها بتزعق لها، وبتوريها الديون اللي عليها قد كده، وبتقول لها إن هي النهارده ما كانش ينفع ما تجيش الشغل بسبب إن عليها ديون، هتسددها إزاي يعني؟ ساعتها كيم بتقول لها إن هي تشتغل ساعات إضافية علشان تعوض الوقت اللي ما جاتش فيه. بالليل بقى لما سون بيرجع للبيت يونج بيتكلم معاه تاني عن موضوع كيم، وساعتها سون بيتأكد من يونج ان هو مش معجب بكيم خالص، فبيقول له بقى ان هو قرب لها النهارده، بس يونج مش بيقول اي حاجه. في اليوم ده بقى كيم وهي قاعده مع بنت خالتها وخالتها سمعت ان بنت خالتها بتقول ان هي معجبه بالطالب الجديد سون، وان هي كمان نزلت الابليكيشن الجديد بتاع منبه الحب ده. وفي المدرسه بنت خالتها كانت واقفه في نص الحوش بكل ثقه، ومنبه الحب بتاعها رن، وفي نفس الوقت ده كان سون جاي عليها وبينهم 10 متر
بس. فافتكرت بقى ان المنبه بتاعه وبتاع وان هو اللي بيحبها، بس عدى من جنبها ولا كأنها واقفة اصلا. وطلع ان في واحد تاني اسمه دوك، شكله مش حلو يعني، بس محدش كمان بيحبه في المدرسة بسبب شكله، هو ده اللي معجب بيها. فبتتحرج قوي ساعتها. بنيجي بعد كده لسون واللي بيقابل كيم صدفة في المدرسة، وساعتها بقى بيطلب منها ان هو ياخد رقم موبايلها، بس هي بتتحجج ومش بتديهوله. بعد كده بقى دوك بيبعت لمي بنت خالة كيم وبيقول لها انه مبسوط ان هي عرفت انه معجب بيها وانه عاوز يقابلها في ميعاد معين كده في جنينة المدرسة. في الوقت ده بقى سيك بيروح علشان يتخانق مع سون، لان في حد بعت له صورة وسون بيقرب على كيم، والصراحة ليه حق يعني، وبيبدأ يضرب فيه. بس ساعتها يونج بيروح وبيساعده بسرعة على آخر لحظة. نفس الوقت ده بقى دوك راح للميعاد اللي المفروض كان هيقابل فيه مي اللي هي بنت خالة كيم، بس ما كانتش راحت. فساعتها بيكون كان شاري لها موبايل جديد، فبيديه لكيم وبيقول لها لو عاوزة تخليه معاها أو ترميه أو أي حاجة. ففعلا كيم بتاخد الموبايل وبتنزل عليه ابلكيشن بتاع منبه الحب، وكمان يونج في اليوم ده بينزل البرنامج عنده. ولما كيم بتعرف بموضوع الضرب اللي حصل بين سيك وسون بتروح لسيك، وساعتها منبه الحب بتاعهم هما الاتنين مش بيشتغل، وده معناها ان هما ما كانوش بيحبوا بعض اصلا. بعدها بفترة في المدرسة بينتشر صور لكيم وسون لما سون قرب لها قبل كده، وساعتها مي بتشوف الصور دي وطبعا هي اصلا بتحب سون، فبتروح تتخانق خناقة كبيرة جدا مع كيم قدام كل المدرسة، وبتعايرها كمان ان هي هتقول لكل المدرسة على موضوع اهلها زمان وسبب وفاتهم الحقيقي. وسون بيكون شايف كل ده، وساعتها المدرس بيجي وبيحل بينهم وكل واحدة بترجع لفصلها. وكيم قاعدة بقى في فصلها كده، سون بيروح لها قدام كل الفصل وبيشد ايدها وبيطلعها مع بره. وساعتها سون بقى بياخد كيم للقاعة اللي عندهم في المدرسة، وبيكونوا هما الاتنين هيشغلوا ابلكيشن منبه الحب خلاص. بس يونج بيشوفهم وبيدخل وراهم وبيعطل عليهم اللحظة، وسون اول ما بيشوف يونج بيروح وراه على طول. وساعتها سون بيسأل يونج اذا كان بيحب كيم، بس هو بيقوله انه خلاص ما عادش الموضوع ده فارق لانه هو قرب لها خلاص، فهيعمل ايه يعني. بعدها بقى كيم بترجع لفصلها وبتلاحظ ان صاحبتها المقربة ليها مش عاوزة تتكلم معاها، وبيكون ده بسبب اللي هي قربت لسون وجرحت مشاعر سيك يعني، وبيكون واضح ان هي مهتمة لسيك اكتر منها اصلا. بنيجي بعد كده لسون واللي في وقت الغدا بيروح لمي بنت خالة كيم وبيديها الموبايل عشان تكتب رقم، فبتفتكر ان هو عاوز ياخد رقمها هي ولكنه بيطلب منها رقم كيم. وساعتها سون بيبعت لكيم ان هو عاوز يقابلها، بس هي مش بتعبره، وبتكلم صاحبتها اللي اسمها جانج وبتقول لها ان هي عاوزة تقابلها. وبنكتشف بقى ان صاحبتها ديت اصلا هي اللي شافتها لما سون قرب لها، وان هي كمان اللي صورتهم وورت الصور لحبيب كيم، وهي اللي نشرت الصور على جروب المدرسة. يعني هي صاحبة وحشة من الاول، وواضح يعني ان هي بتحب سيك. بعد كده بقى بالليل سون بيروح لكيم المطعم بتاعها وبيستناها لما بتخلص وبيروحوا يتكلموا مع بعض، وساعتها كل واحد فيهم بيشغل ابلكيشن منبه الحب بتاعه، وبيظهر لهم ان في شخص قريب منهم بيحبهم، وده معناه انهم اخيرا دلوقتي بيحبوا بعض وعارفين الموضوع ده. في اليوم ده بقى كيم لما بترجع للبيت مي بتقول لها ان هي تنفصل عن سون لان مي هي اللي حبته الاول، وهي جت تخطف منها الولد اللي هي حبته. في نفس الوقت ده بقى سون ويونج كانوا مع بعض وهم راجعين لبيتهم، كان في جريمة عند البيت وان كان في حد بيحاول يموت واحدة لانه اكتشف ان هي مش بتحبه بسبب برنامج منبه الحب ده. وساعتها الشرطة بتقرر ان هي تحظر البرنامج دوت في المدارس، وبنشوف ساعتها دوك اللي معاهم في المدرسة وهو قاعد قدام كمبيوتر، وبيكون واضح كده ان هو شكله اللي مصمم برنامج منبه الحب ده اصلا. تاني يوم بقى كيم وسون بيكونوا ارتبطوا خلاص وبيروحوا مع بعض في المدرسة ويجوا مع بعض. في نفس اليوم ده بقى بالليل كيم لما بتروح لشغلها خالتها بتزعق لها قوي بسبب الخناقة اللي هي عملتها مع مي، وبتقول لها لو فضلت تتصرف كده هتضيع نفسها زي ما مامتها عملت. تاني يوم بقى في المدرسة يونجو وهو رايح بيتعور فبيروح لعيادة المدرسة، ولما كيم بتكون ماشية في الطرقة ومعدية من جنب العيادة بتلاقي ان منبه الحب بتاعها بيرن، وبتكون مفكرة ان ده سون، بس لما بتبص بتلاقي ان ده يونج وبتستغرب قوي لانه صاحب سون. ولما سون بيجي بيكون كده في منبهين حب عندها، وساعتها يونج بيشد كيم وبيخبيها ورا الستارة على طول قبل ما سون يدخل، وساعتها يونج بياخد سون وبيخرجوا بره. في نفس اليوم ده بقى بالليل سون وكيم بيخرجوا مع بعض وبيروحوا ديت وبيقضوا وقت حلو قوي، وبعد كده بيوصلها لبيتها، واول ما بتدخل بيتها بيجي من وراه مي اللي هي بنت خالتها
وبتقوله ان هي عاوزة تقوله حاجة بخصوص كيم. تاني يوم بقى في المدرسة المدرس بتاع كيم بيديها كده كارت بتاع الأكل في مدرستهم، ودوت بيكون بفلوس، بس هي كان بقالها فترة مش بتدفع فلوسه فمش بتجيب غدا من المدرسة بسبب ان هي ما كانش معاها فلوس يعني، وبتروح تتغدى وبتكون هي الوحيدة اللي بتكلم دوك في المدرسة حرفيا. وساعتها كمان سون بيجي وبيقعد معاها وبتكون مي مش طايقاها. في اليوم ده بقى لما بترجع للبيت بتعرف من بنت خالتها ان مش خالتها اللي دفعت لها فلوس اشتراك الأكل ولكن سون هو اللي دفعها لها، فساعتها بتتضايق قوي لان بتحس ان هو بيشفق عليها. تاني يوم بقى في المدرسة سون وهو ماشي بيسمع بنات بيتكلموا عن كيم بطريقة وحشة قوي، فلما بيسألهم بيقولوا عنها كده ليه فبيقولوا له ان مي بنت خالتها قالت لهم ان كيم طلبت منه ان هو يدفع لها فلوس الأكل، وطبعا ساعتها بيتعصب جدا وبيروح علشان يهزق مي. وساعتها بيسألها هي ليه نشرت الإشاعات دي عن كيم، فبتقوله ان هي بتحبه ومعجبة بيه وكيم سرقته منها وان هي اصلا بتستغله، فبيقول لها حتى لو هي بتستغلني انا عاوزها تكون معايا فمالكيش دعوة انتي. فساعتها بتحضنه من ظهره بس هو بيبعدها عنه، وبعدها بشوية كيم بتيجي. اول ما كيم بتيجي مي بتمشي. بعد كده بيعتذر لكيم عن اللي هو عمله ده وانه كان المفروض يسألها الاول فبتسامحه على طول. في اليوم ده بقى بالليل سون كان بيصور اعلان وبنعرف ان هو كان بيشتغل كده قبل ما يرجع لكوريا لما كان في امريكا، وان مامته عاوزاه يرجع لامريكا تاني ويشتغل الشغل ده علشان تبعده عن كيم. بعد كده سون بيخش جوه وبيقول لمامته انه مش عاوز يكمل الاعلان ده، فبتقوله ان هو لازم يكمله غصب عنه، فبيقول لها لو انت عاوزاني اكمله فانا ممكن اطلع دلوقتي بقول لهم ان انت وانا صغير كنت عاوزه تموتيني بالسم لولا ان يونج ساعتها ساعدني. فساعتها بتتصدم قوي ومش بتقول حاجه وبتمشي. بالليل بقى مي كانت بتكلم صاحبتها وكانت بتقول لها انها عاوزه تعمل لسون مشكله كده، فساعتها كيم بتتخانق معاها وبتقول لها ما تتدخلش في موضوع سون تاني وملهاش دعوه بيه. فلما خالتها بتيجي مي بتعمل قدامها دور المظلومه وبتبدا تمثل، فساعتها خالتها بتطرد كيم، فكيم بتكون ماشيه في الشارع وبتعيط وبتفتكر ذكرياتها زمان على جزيره كده كانت عايشه عليها مع جدتها، وساعتها بتشوف سون فبتجري عليه وبتحضنه. بعدها بقى هما الاتنين بيروحوا للمطعم وساعتها يونج بيتصل على سون بس مش بيرد عليه وبيقعد ياكل هو وكيم، وبيكون عندهم رحلة للمدرسة كده فبيقنعها ان هي تروحها وفعلا بتوافق. تاني يوم في المدرسة بقى كيم وسون كانوا بيتمشوا مع بعض وبيكون المفروض في اليوم ده هيتصوروا صورة تذكارية كده، وبيكون دوك واقف جنب مي وبتكون قرفانة جدا بسبب الموضوع ده ولان كل المدرسة عارفة يعني ان دوك بيحب مي. وبعدها مي مش بتسكت حرباية بقى نقول ايه، وبتروح ليونج وبتقوله انت عارف هي كيم اصلا عندها ماضي ايه، فبتقوله بقى ان كيم زمان سابت اهلها يموتوا علشان تنقذ نفسها. طبعا قالت له كده عشان يوصل الكلام لسون وساعتها يسيب كيم. وبعدها مي بيكون عندها عرض وساعتها بتشوف دوك وهو بيصورها، ولما العرض بيخلص بتطلع وبتتخانق معاه وبتقوله حرفيا كلام جارح قوي، ودوك بيلاحظ ان كيم وسون كانوا شايفين كل ده فبيتحرج وبيمشي. وبالليل كلهم بيكونوا قاعدين يلعبوا لعبة كده ان هم يشغلوا منبهات الحب بتاعتهم علشان يعرفوا مين بيحب مين، وساعتها منبه جانج صاحبة كيم بيظهر ان هي بتحب سيك، فساعتها بتتحرج وبتخرج بره، ولما كيم بتروح وراها علشان تتكلم معاها فساعتها جانج بتقول لها على كل حاجة وان هي اللي صورتها هي وسون وفضحتها. فكيم بتفهم ان صاحبتها من الاول ما كانتش بتحبها وان هي كانت بتحب سيك اللي هو كان حبيبها ساعتها. بعدها بشوية بقى بيحصل حريقة وساعتها كيم بيجيلها صدمة بسبب موت أهلها زمان، وبيكون واضح إن عندها حالة نفسية كده وبتفضل تعيط وبتقرب عند الشباك، وبيكون كل اللي معاها مستغربين من تصرفها ده، ولكنها بتجري بسرعة وبتنزل وبتلاقي سون في وشها فبتحضنه، وساعتها بتفضل تتكلم معاه شوية وبيقعد يهديها. بعدها بقى سون بياخد كيم في جولة كده على الموتوسيكل بتاعه علشان يخليها تفك شوية، ولكنهم بيعملوا حادثة. وبعدها بفترة بقى بنشوف إن ابليكيشن منبه الحب ده بقى مهم عند ناس كتير جدا، لدرجة انهم حتى في الافراح بيستخدموه علشان يتأكدوا اذا كان العريس والعروسة بيحبوا بعض. وبنعرف يعني ان الفترة ديت بعد ما كيم خرجت من المستشفى وساعتها خالتها طلبتها ان هي ترجع لها الديون اللي عليها قد كده دي. وبعدها بنشوف مشهد كده لكيم في المستقبل بس كانت غنية، وهي بتعدي الطريق كانت شافت سون ومعاه كمان يونج، بس ساعتها سون كان مرتبط ببنت تانية كده. وبعد كده بنرجع للماضي تاني لما كيم كانت لسه خارجة من المستشفى وبتسأل يونج عن سون، وهو قال لها ان هو في البيت بس مش عارف ينزل دلوقتي وان هو يحاول يخليها تروح له البيت وتقابله من ورا اهله. بعد كده كيم بتروح تقعد مع دوك وبيقول لها ان هو يبعت لها برنامج كده تقدر تعمل منه حماية لمنبه الحب بتاعها، يعني لو في حد قريب منها هي بتحبه مش هيظهر له ان هي بتحبه.
وفعلا بقى يونج بياخد كيم معاه علشان يوديها تزور سون، بس ساعتها اهله بيجوا فبيستخبوا وبيسمعوا اهله وهم بيتكلموا ان هم عاوزين يرجعوه لامريكا تاني. بنيجي بقى للمستقبل تاني ويكون ساعتها سون بيتكلم مع يونج، بس يونج بيكون في حتة كده بيجري فيها يعني، وبيلاقي ان في حفرة كده واقع فيها ناس كتيرة جدا ميتة وكلهم مفتوح على موبايلاتهم منبه الحب. بنيجي بعدها الكيمو اللي بتكون مع صاحبتها في الشغل، وساعتها بتوريها صور كده رسومات غريبة بس يعني الناس بيتكلموا عنها، وبتكون كيم هي اصلا صاحبة الحساب وهي اللي منزلة الصور دي. وساعتها كمان سواق سون بيشوف كيم، وفي نفس اليوم ده بقى السواق اصلا بيكون قاعد مع يونج وبيحكي له ان هو شاف كيم النهارده، وفي الوقت ده بيكون سون مع حبيبته الجديدة اللي بتكون كانت في امريكا اصلا وتعرف عليها هناك، وبتكون رائدة اعمال كبيرة جدا. وبنشوف بعدها مي واللي بتكون فتحت صفحة كده بتبيع فيها هدوم، وساعتها كيم بتكلمها عن موضوع منبه الحب وبتعرف ان هو هيتطور في يوم 8 يناير. وبعد فترة بنعرف ان يونج بيقابل كيم في مكتبة كده بيروحوها هما الاتنين، وبيحجز لها مكان جنبه وبيجيب لها حاجة تشربها كمان. وبعد ما يونج بيرجع البيت سون بيسأله عن سبب الشياكة اللي هو فيها دي، فبيقول له ان هو بيحاول يعجب واحدة وان الواحدة دي هي كيم. فساعتها سون بيتصدم قوي وبيقول له انت نسيت اللي هي عملته فيا زمان ولا ايه؟ فعلى طول بقى سون بيروح لكيم عند المكتبة وبيقول لها تبعد عن يونج. بنرجع بقى للماضي في المدرسة لما سون رجع للمدرسة بعد ما تعافى من المستشفى، وساعتها كيم بتطلب تنفصل عنه لأنها ما عادتش بتحبه، بس هو ما بيكونش فاهم هي بتعمل كده ليه. وساعتها بينزل لها بقى في مكان الغدا بتاع المدرسة وبيسألها هي عملت كده ليه، وبيطلب منها ان هي تشغل منبه الحب بتاعها، بس هي بتكون مستخدمة الدرع اللي دوك قال لها عليه اللي هو بيخلي اي حد هي بتحبه ما يبلوش ان هي بتحبه، وبيشغلهم الاتنين المنبه الحب بتاعهم. وكيم بيظهر ان هي مش بتحب سون مع انه هو ظاهر عنده ان هو بيحبها لسه عادي، فبيكون مصدوم جدا. وبعدها بفترة فعلا بيكون انفصلوا خلاص، بس اصلا سون كان لسه بيحبها. وبنرجع تاني للمستقبل وبيكون يونج مستني كيم علشان يقعدوا مع بعض في المكتبة، بس اليوم ده هي مش بتيجي، وده بيكون بسبب ان مي خدت منها فلوس من غير ما هي تعرف، يعني سرقتها يعني، وده علشان تشتري هدوم جديدة وتقدر تبيعها وتقابل مصمم برنامج منبه الحب. وساعتها بيتخانقوا مع بعض، بس مي الحرباية بتقعد تعايرها ان هي عايشة معاهم ومش عارفة ايه، وبترمي لها كل حاجتها من الشباك، ولما بتنزل تلم الحاجة بيكون يونج معدي صدفة، فساعتها بتكون قريبتها بترمي لسه من فوق فهيقع عليها، فبيحضنها كده علشان ما ينزلش عليها اي حاجه من فوق، وبياخدها لفه بالعجله بتاعته وبيوديها عند النهر، وبيقول لها تقول كل اللي نفسها فيه وهو هيبعد ومش هيسمعها. فساعتها بتعيط وبتخرج كل اللي في قلبها، وهو لما بيجي دوره بقى بيفضل ينده باسمها، فبتفهم يعني ان هو بيحبها قوي ولسه بيحبها كمان. بعدها بقى لما بترجع البيت بتسجل رقم يونج، وكمان قريبتها بتعتذر لها ان هي خدت الفلوس وبتقول لها ان هي تسددها لها. تاني يوم بقى سون وهو معدي بيشوف ان كيم بعت ليونج على موبايله، وساعتها بيتضايق قوي وبيفضل يفكر في الموضوع ده طول اليوم. تاني يوم بقى كيم بتروح تقابل يونج، وساعتها بيعترف لها ان هو معجب بيها، بس هي بتقوله ان هي مش بتحبه، وبيشغل ابلكيشن منبه الحب وبيظهر عندها ان في شخص بيحبها قريب منها. تاني يوم بقى يونج لما بيرجع للبيت سون بيعرف ان هو عاوز يسيب البيت ده وهيروح يعيش لوحده، فبيكون بيكلمه عن موضوع كيم تاني، وبيقوله ان ما كانش ينفع يكلمها تاني اصلا بعد اللي عملته في زمان ده، وان هو لسه بيحبها وبتاع، وبيكون اصلا حبيبته واقفه من بعيد وبتسمع كل الكلام ده، وبيتكلموا مع بعض فعلا، بس هي بتقوله انها مش متضايقه من الكلام اللي سمعته ده وهتعمل كانها ما سمعتوش عادي. وبنيجي بقى اليوم الايفنت بتاع منبه الحب ده اللي كان يوم 8 يناير، وبتكون كيم موجوده وقريبتها وكمان يونج وسون وحبيبته، وبيكون في اليوم ده مصمم البرنامج بنفسه موجود بس مش باين وشه، بس بيني وبينكوا كده هو ده دوك بس بقى شكله وسيم دلوقتي. في نفس الوقت ده بقى سون وحبيبته بيكونوا ماشيين، بس لما كيم بتقرب منهم منبه الحب بتاع سون بيشتغل، فحبيبته بتعرف ان دي كيم اللي هو بيحبها. وفي الوقت ده كمان يونج بيجي، فبيكون في منبهين حب شغالين، يعني هما الاتنين بيحبوا كيم. ودي بتكون نهاية سيزون 1. المسلسل ده ليه جزئين، ده ملخص الجزء الاول، لو عاوزين الجزء التاني اكتبولي في الكومنتس، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب.